إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على أمته، لذلك جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بوصية عظيمة تقي الإنسان من الشيطان اللعين. علينا أن نتبع هذه الوصية لكي ينجينا الله تعالى وإياكم من خطر الشياطين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفواشي هي كل منتشر من المال، الإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله تعالى، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ من هذين الحديثين وصية جليلة من النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيها بأن نجلس الأطفال في البيوت وقت المغرب، فإذا ذهب وقت المغرب وجاء وقت العشاء تركناهم. ولكن ما هو السبب في حبس الأطفال وقت المغرب؟ السبب هو أنه ما دامت الشمس مشرقة بالنهار فإن الشياطين لا تكون قادرة على مقاومتها والظهور في الشمس، فكأنما تكون محبوسة، فإذا غربت الشمس انطلقت الشياطين دفعة واحدة وكأنهم كانوا في محبس وأفرج عنهم، فينطلقون دفعة واحدة. ففي هذا الوقت وقت المغرب وهم مندفعين إذا لقوا طفل أصابوه بأذى، فإذا جاء وقت العشاء تفرقت الشياطين وانتهى هذا التدافع بين الشياطين. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نجعل صبياننا في البيوت وقت المغرب، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته.